فهاد الاعوام اللي دازوا وخصوصا في الفتره الاخيره ولينا بزاف كنسمعوا على الكوارث الطبيعيه وزلازل وتغييرات بيئيه غريبه ما سمعناش عليها من قبل، وهذا الشيء كيوقع في بلايص جديده على هاد الظواهر وماشي من المعتاد دوز فيها بحال هاد الكوارث الطبيعيه. هذا الشيء اللي غيخلي واحد النظريه غريبه تبان، وهي انه في ولايه الاسكا كيتواجد مشروع سري مرعب وخطير كيقدر يتحكم في الطقس والعواصف والزلازل ويغير من التركيبه الجويه لكوكب الارض. وهذا السلاح المرعب ماشي غير قادر يولد هاد الكوارث، ولكن بالفعل تسبب في عدد كبير منهم اللي وقعت في السنين اللي فاتوا، وكيتم الاستخدام ديالو بشكل سري من اجل تغيير شكل العالم بالكامل لصالح مجموعه من الناس من اجل تحقيق اهداف غامضه ومرعبه. فوجد معايا راسك وعطيني ودنيك مزيان باش نعرفوا قصه مشروع هارب السري وعلاش كاينين الناس بزاف في العالم كيعتقدوا انه خطير. لينا نطالع. القصة غتبدا في الثمانينيات من القرن 19 ملي ابتكر العالم الصربي نيكولا تسلا واحد الآلة كتخدم بالبخار وكدير واحد الدبدبات في الأرض. كان الهدف ديالو من هاد الآلة هو ينقل الطاقة الكهربائية من خلال هاد الدبدبات الأرضية، ولكن القضية حبسات هنا وبقات مجرد فكرة. نيكولا تسلا كان عنده أيضا مشروع آخر بغى من خلاله ينقل الطاقة الكهربائية عن طريق الهواء وبدون أسلاك، وهذا الشيء غيتم من خلال إرسال موجات لاسلكية من واحد البرج صغير كان كيبني. وهاد الموجات اللاسلكيه اي واحد يقدر يستعملها ويشغل بها الاجهزه الكهربائيه بمنتهى السهوله، وهذه الطريقه كانت غتقلب مجال الابحاث في الطاقه الكهربائيه راسا على عقب، حيت جميع المستثمرين والشركات ورجال الاعمال في ذاك الوقت كانوا خدامين على الكهرباء اللي كتمر عن طريق الاسلاك، وهذه الصناعه مخسور عليها ملايين الدولارات. والتقنيه اللي كان خدام عليها تسلا كانت غتدمر هذه البيعه وشريها وغتخلي الطاقه الكهربائيه متاحه لجميع الناس فين ما كانوا بلا اسلاك وبالمجان. ولكن للاسف القدر غيسبقو قبل ما يكمل هذا الابتكار ديالو اللي كان غيبدل شكل العالم ديك الوقيته. وملي مات الحكومه الامريكيه غتستولي على جميع الابحاث ديالو، وبقات هذه الابحاث سريه لعشرات السنين. حتى 1993 الولايات المتحده الامريكيه غتبدا العمل على مشروع سميتو هارب، والهدف منه كان هو دراسه طبقه الايونوسفير، وهذا الشيء كان بغرض تحليل الغلاف الايوني والبحث في امكانيه تطوير تكنولوجيا كتخدم باستعمال المجال الايوني لاغراض الاتصالات اللاسلكيه والمراقبه. وهذا المشروع في البدايه دار بتمويل من القوات الجويه والقوات البحريه الامريكيه ومعاهم وكالات المشاريع البحثيه العسكريه المتقدمه المعروفه بداربا، وهذا الشيء بالتعاون مع جامعه الاسكا ومعاهم 13 جامعه امريكيه اخرى. مشروع هارب كيتواجد في شمال جاكونا في ولاية ألاسكا الأمريكية، وكيتكون من حوالي 180 هوائي يعني 180 أونتي. الارتفاع ديال كل واحد فيهم 22 متر ومحطوطين في مساحة تقدر ب 14 هكتار. هاد 180 أونتين كيطلقوا موجات كهرومغناطيسية التردد ديالها طالع بزاف كيوصل ما بين 2.8 حتى ل 10 ميجا هرتز، وكيقوم التوجيه ديالها مباشرة لطبقة الايونوسفير اللي كتواجد فوق الغلاف الجوي ما بين ارتفاع 70 كيلومتر حتى 1000 كيلومتر. عارفه صديقي كثرت عليك من العلم والارقام وغتقول لي دوز للمسكي. شنو هو الهدف الحقيقي من هذا المشروع؟ الهدف سيدي هو انهم كيقوموا بدراسة تأثيرات الموجات ديالهم على طبقة الايونوسفير وكيقارنوها بالتأثيرات الشمسيه اللي هي اقوى بطبيعه الحال، ومن بعد كياخذوا من هذا الشيء معلومات كتمكنهم من تطوير تقنيه الاتصالات اللاسلكيه من اجل اغراض مدنيه او عسكريه، وكذلك كيطوروا بها تقنيه الجي بي اس باش يديروا خرائط المعادن اللي كاينه تحت الارض والمحيطات. والمشروع في الواقع كيقولوا سال رسميا في سنه 2007 وبدا الخدمه ديالو الحقيقيه واستمر حتى 2014 وحبس، وغيتم النقل ديالو لجامعه الاسكا. وهذه الجامعه راه كدير ابحاث ودراسات كثيره ليومنا هذا، وكلها ابحاث مفتوحه وماشي سريه، والموقع ديال المشروع براسو مفتوح وممكن لاي واحد يدخل ليه بشكل عادي. هادشي كامل ناضي ومزيان وما فيه حتى شي اشكال، ولكن مشروع هارب مرتبط بزاف ديال نظريات المؤامره اللي كتقول باللي هو في الواقع ماشي مجرد منشاه ابحاث عندها اغراض مزيانه فقط، والهدف ديالو ماشي هو دراسه طبقه الايونوسفير كما كيقولوا، ولكن هو في الواقع عباره عن سلاح سري خطير ومتطور بشكل ما تقدرش تستوعبه، لدرجه انه قادر على احداث جميع الكوارث الطبيعيه تقريبا
غالبا بحال الزلازل والاعاصير والفيضانات وحتى تغيير المناخ في اي بلاصه على سطح الارض. هنا غتقول لي كيفاش هذا الجهاز كيتسبب في احداث الزلازل؟ الجواب هو انه الناس المؤمنين بهذه النظريه كيقولوا ان هارب كيطلق موجات كهرومغناطيسيه عاليه التردد لطبقه الايونوسفير، فهاد الموجات كتنعكس وكترجع للارض، وإلا توجهات هاد الموجات لاي بلاصه على سطح الارض اللي متواجده في مناطق غير مستقره بحال مكان التقاء الصفائح التكتونيه فراه غتسبب تاثيرات قادره على احداث الزلازل. وبناء على هاد الهضره كاينين الناس كيقولوا ان هاد السلاح تم الاستخدام ديالو في عده مناسبات بحال زلزال الشيلي سنه 2010 واللي سبقاته اضواء غريبه وغير عاديه في الجو، كذلك في زلزال اليابان اللي طرا سنه 2011. في هذيك الوقيته واحد الشخص من العاملين في وكاله ناسا قال باللي لاحظ ارتفاع في درجه الحراره بشكل غير مبرر علميا فوق منطقه بؤره الزلزال قبل ما يوقع ب3 ايام. وحتى في زلزال تركيا وسوريا الاخير كانوا اشاعات كتقول انها نتيجه لحرب سريه على هاد الدول باستعمال تقنيات هار، وكانوا فيديوهات منتشره واضح فيها الظهور ديال اضواء غريبه في تركيا منوره في السماء في نفس وقت حدوث الزلزال. من غير الفيضانات اللي وقعت في باكستان العام الفايت واللي تسببت في تشريد اكثر من 15 مليون باكستاني ودمرت الاف البيوت والمنشآت، حتى هي كيقولوا بسبب هار. كيربطوا هذا الشيء بانه قبل الفيضانات مباشره كانت وقعت حادثه انفجار طياره ركاب من نوع ايرباص A321 كانت تابعه لشركه ايربلو الباكستانيه بالقرب من اسلام اباد، وكانت كطير في ارتفاع منخفض والسبب غير معروف لحد الساعه، واصطدمت بالجبال ومات 152 شخص اللي كانوا فيها. كذلك كيقولوا بلي هذا المشروع قادر على احداث حالات جفاف والفيضانات من خلال التاثير على الغلاف الجوي، وانه دار هذا الشيء في دول بحال ايران وباكستان وهايتي وتركيا واليونان والفلبين، وحتى في بعض دول اوروبا اللي وقعت فيها حالات جفاف غير مسبوقه العام الفايت بسبب التاثيرات المزعومه لمشروع هار. والقضيه غدا وكتكبر لدرجه كاينين الناس كيقولوا ان هذا المشروع قادر على ارسال موجات كتقدر تاثر على نفسيات وتفكير البشر وكتحكم في العقول ديالهم. قبل ما تصدم ولا تضحك على هذه الافكار الخياليه نبغي نقول لك ان هذه الفكره بالضبط مديور لها موقع على شبكه الانترنت داير ولد واحد السيناتور امريكي سابق كيدوي على هذا الموضوع وكيأكد عليه. يعني انا بغيت غير تفهم ان هذا الشيء ماشي مجرد هضره من الناس العاديه فقط، راه حتى في المجله العسكريه الروسيه كرات باللي التجارب اللي كدار في هذا المشروع ديال هارب على الغلاف الايوني راه ممكن تؤدي لتوليد سلسله من التغيرات اللي ممكن توصل مع الوقت لقلب اقطاب الارض المغناطيسيه بشكل تام. وبالفعل كاينه واحد الظاهره واقعه حاليا في واحد المنطقه ما بين امريكا الجنوبيه وجنوب افريقيا سميتها الساوث اتلانتيك انومالي، واللي بدا فيها المجال المغناطيسي للكوكب كيضعف لدرجه توصل لمرحله في منتهى الخطوره عمرها وقعات من قبل. وحاليا الاقمار الصناعيه والتلسكوبات الفضائيه اللي كدوز من فوق هذه المنطقه كطفي جميع المعدات الالكترونيه ديالها باش ما تخسرش. وكاينه هضره كتقول بلي هذه المنطقه هي سبب دمار تلسكوب ياباني التكلفه ديالو كتقدر بمليارات الدولارات. من بعد الدراسات الحديثه اللي دارت غيتضح بلي هذه المنطقه وقع فيها انقلاب كهرومغناطيسي، وهذا الشيء سبب ان المجال المغناطيسي في هذه المنطقه بدا يضعف بشكل مستمر من سنه 1840 حتى دابا. ومن خلال الدراسات والملاحظات اللي كدار على هذه الظاهره غيبان بلي الحجم ديالها غادي وكيزيد لدرجه انه في سنه 2022 الحجم ديالها غيتجاوز بالفعل 21% من حجم كوكب الارض. دابا غنشوفوا شنو كيقول العلم في هذه الامور الخطيره كامله. العلم صديقي كيأكد باللي القدرات ديال هذا الجهاز والموجات المغناطيسيه اللي كينتجها غير قادره على التاثير في الغلاف الجوي بشكل واضح، والدليل ان الشمس بجميع الجسيمات الذريه المشحونه اللي كتجي منها ما كتسبب حتى شي تاثير ضار علينا في هذا الكوكب ولا الزلازل ولا غيرها. فكيفاش واحد 180 اونتين كيطلقوا موجات كهرومغناطيسيه غيقدروا يديروا هذا الشيء من غير اصلا انه الموجات اللي كيطلقها هاد هارب ما كتقدرش تخترق الارض الاعماق كبيره واخرها سنتيمترات معدوده؟ اذا كيفاش غتقدر تسبب في حدوث الزلازل بحال اللي طرا في تركيا والمغرب مؤخرا واللي بلغ عمق البؤره ديالو 18.5 كيلومتر تحت سطح الارض؟ اما بالنسبه للاضواء الغريبه اللي كلشي تشغل بها واللي بانت مع حدوث الزلازل فراه هذه ظاهره طبيعيه سميتها الايرثكويك لايتس او ظاهره اضواء الزلازل، واللي كطرى كنتيجه لاحتكاك طبقات الارض مع بعضياتها اثناء او قبل وقوع الزلزال. بسبب هذا الاحتكاك الغازات اللي كاينه في الصخور وخصوصا الاكسجين كيوقع عليها عمليه تأين وكتسرب ما بين طبقات الارض، والتشققات والتصدعات اللي كطرى في القشره الارضيه وكتنطلق في الغلاف الجوي صوره غاز متأين وكينتج عليها طاقه كهربائيه مشحونه هي اللي كتسبب في هذه الاضواء الغريبه اللي كتبان في السماء قبل واثناء الزلازل.
وكاين تفسير ابسط من هذا الشيء، وهو انه هذه الاضواء نتيجه من الشراره اللي كتوقع بسبب انقطاع وتدمير شبكات وخطوط الطاقه بسبب اهتزاز وتشقق الارض اثناء الزلازل، وهذا الشيء معتاد الحدوث ماشي غريب ابدا. وراه ولا من الطبيعي ومن المسلمات انه وقت حدوث الكوارث ديما كتبان اشاعات كتحاول تفسر الظواهر الطبيعيه اللي قوى من البشر بتفسيرات مخيفه وخياليه. وبالرغم من انه ممكن كاع هذا الشيء يكون بصح وان هذا المشروع هارب قادر ياثر على المناخ واحداث كوارث، الا انه غيبقى احتمال ضعيف جدا وكيتعارض تماما مع العلم والمنطق وابسط القواعد ديالو. هذا ما كان الخوت، ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق، وقولوا لي واش كيبان لكم باللي مشروع هارب سلاح سري ولا هو فقط مجرد مشروع بحث علمي. تهلاو.